وما زال إمامنا الجزري ينبهنا على حروف أن ننتبه لها أثناء القراءة من خلال تجربته مع طلابه. قال رحمه الله: وحاء، وكلمة حاء منصوبة على العطف على المفعول به في رققا مستفلا. رققا أنت حرفا مستفلا، وأيضا رقق الحاء. وحاء حص حصى أحط الحق. أتى بثلاثة أمثلة لحرف الحاء من خلال تجربته، وجد أن الطلاب يفخمونها، فيقول أحدهم حصحص، كما قال الله في القرآن: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. حصحص الحق. فعلى التالي أن يرقق الحاءين ويفخم الصادين في كلمة حصحص. والحاء الثانية أكثر عرضة للتفخيم من الأولى، لأن الأولى جاورت صادا، أما الثانية فقد اكتنفها صادان عن يمينها وعن شمالها. كذلك الأمر في الكلمة الثانية أحط، وفيها إدغام ناقص سنأتي عليه في المستقبل بإذن الله في أبيات الجزرية. عند قول إمامنا الجزري: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. إذن أحط هنا نبهنا الجزري رحمه الله ألا يقول أحدنا أحا أحا، لا تفخم العرب الحاء، بل نرققها فنقول أحا، أحط بما، أحط بما. كأيضا كلمة الحق، فلا يقول أحدنا الحق، فالحاء لا تفخمها العرب. نعم. الشطر الثاني من البيت: وسين مستقيم يسطو يسقو. أيضا سين منصوبة لأنها على مفعول به محذوف لفعل تقديره رقق أنت سين. رقق سين مستقيم، فلا يقول أحدنا مستقيم مثلا مستقيم، بل يقول مستقيم بسين مرققة. أيضا المثال الثاني من قوله تعالى في سورة الحج: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يسطون، ولا نقول يسطون، نعم، بل بالسين هي. المثال الأخير من قوله يسقو في البيت من قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون، ولا نقول يسقون بتفخيم السين بسبب مجاورتها للقاف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب التحذيرات.